اللهم فرحة تبكي العيون وتزيل الهموم وتمحي ما مضى من الغموم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعاتي وحبيباتي الفضليات. مرحبا بكم في قناتي الجد متواضعة. إن شاء الله نقدر نفيدكم بكامل واش نعرف ونعطيكم الوصفات وتجربوهم ويخرجوا لكم يا رب العالمين. بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد، صلوا عليه. نبداو الوصفه تاعنا اليوم. جبت لكم وصفه تاع كعك، وراكم شفتوا العنوان. وصفه تاع كعك اون ديغي كرواسون هاكي تاكلي، يعني يجي بزاف خفيف ويجي مورق ومقطن ما شاء الله. يعني اللي ذوقوا تقول لك اعطيني الوصفه. بسم الله نبداو الوصفه تاعنا. شوفوا واش نديروا في البدايه. عندنا في الجفنه هذه اللي قدامي واش درت 2 كيسان حليب دافي، زائد 2 كيسان ما دافي. راني نأكد دافي مش يسخون باش ما يخسر لكمش الخميره ويحرقها. زائد 2 مغارف بيان بومبي تاع خميره الخبز. شوفوا درت 2 مغارف بزاف معمرين لخاطش راهو البرد والشتاء. اذا كنتوا في الصيف ديروا مغرفه ونص، تكفي مغرفه ونص تكفي. فوالا. واش نزيد؟ راكم تشوفوا راني ندير في السكر شحال درت؟ راني درت هنا 14 مغرفه تاع سكر ومعمره مليح. اذا كنتوا تحبوه حلو، اذا تحبوه ناقص حلاوه ديروا 12 مغرفه برك تكفي. انا عندي هنا في الدار يحبوه حلو مليح، وهو جا صح جا يعني في عبرو. درت 14 مغرفه تاع السكر. فوالا. نخلطوا كامل المقادير بالفوي كيما راكم تشوفوا، نخلطوهم مليح باش يتجانسوا. فوالا. شوفوا البنات نأكد لكم هذا العبر يدير لكم 30 حبة. اذا كنتوا ماكمش غاشي ولا راكي غير انتي وراجلك ولا ماكش حابه تكثري، اقسمي العبر على 2 يدير لك 14 15 حبة. فوالا. خلطته مليح. دوك نغطيه ونخليه يخمر. انني غطيته بصاشي تاع الخبز اللي نجيبو فيهم الخبز. غطيه المهم بحاجه نقيه وخلاص. نخليه واحد 10 دقائق 5 دقائق يخمر شويه. انا حطيته قدام البوال وخليته. دوكا كي جبتو شوفوا كيفاش لقيت شفتو كيف طلعوا ذوك الفقاعات الخميره. فوالا. دوكا نكملوا الوصفه. كي نصيبوه خمرنا هكا نكملوا الوصفه تاعنا. واش نديروا؟ نجيب 4 حبات بيض. واش ندير؟ هذو 4 حبات بيض ندير غير الابيض تاعهم. ندير غير 4 بياض بيض. 4 بياض بيض، والصفر نخليه بجيه باش نطلي بيه من الفوق. راكم عارفين باليوم بعد نطليو بيه. فوالا. نديروا 4 بياض بيض. للإشارة نرحب كامل حبيباتي اللي التحقوا بيا في القناة. نشكركم بزاف بزاف. إن شاء الله اللي في قلبها حاجة ربي يوفقها وربي يكمل لها بها. وخاصة اللي جاوني من عند لبنى للقصص. الله يجازيكم كل خير. وإن شاء الله ربي يفرحكم ويفرح لبنى إن شاء الله بحاجة اللي راهي في قلبها. وانتم ربي يفرحكم. ونشكركم على التضامن تاعكم، ونشكركم يعني على الوقفه تاعكم. يعني صح. بلادنا مازالت بخير الحمد لله، والدنيا مازالت بخير وفيها الخير. والدنيا بلا خير ما توليش الدنيا. الحمد لله. يعطيكم الصحه. وان شاء الله يعني وصفاتي يعجبوكم ان شاء الله بربي. التحقتوا بيا عن طريق لبنى بصح ان شاء الله ما نبخلكمش، والوصفات اللي نحطهم يعجبوكم وما تكونش حاجه للخساره. يعني الدعم تاعكم ولا الابوني تاعكم يكونش في الندم. المهم نكملوا الوصفه تاعنا. انا درت هذوك بياض البيض ومن بعد بقيت نخلط بالفوي. شوفوا نخلطهم مليح باش يتجانسوا مليح مع بعض بالفوي. فوالا. واش نجيبو عندنا الزيت نديرو 2 كيسان زيت. 2 كيسان معمرين زيت. فوالا. 2 كيسان زيت. وثاني نرجعو نخلطو. شوفوا العبار راني درتو لكم غير بالكاس هذاك تاع ام وليد، باش الكاس هذا يعني راني متاكده بلي كل دار راه فيها هذا الكاس، تجيكم حاجه سهله. 2 كيسان زيت ونخلطو مليح ثاني بالفوي باش تتجانس الزيت مع الخليط اللي عندنا. فوالا. حاولوا تخلطوا غير مليح برك.
الملح حاجه باينه، لازم نديروا الملح، اي عجين يكون فيه الملح. ندير مغرفه تاع ملح، مغرفه هذه شوفوا هذه مغرفه تاع العشاء ملح، فوالا مغرفه تاع ملح. واهم مكون راهو جاي، يعني اهم مكون جزائري وتقليدي ومتعلمينه من امهاتنا ومتعلمينه من جداتنا من بكري، يعني نكهو به العجاجن تاعهم، ونكهو به هذا كيما هذه الحلويات التقليديه اللي هو مبشور الليمون. شوفوا مبشور الليمون انا دايرته، شوفوا انا القشور تاع القارص نقيهم بالموس تاع البطاطا باش القشره ما يكونش فيها هذاك الابيض، تكون قشره صافيه، ومن بعد نجمدهم بيولي يابس، ونفتتهم داخل الروبو ونطحنهم ونخبيها كمطحون. فوالا نخبيه مطحون باش يقعد لي في الكونجيلاتور، من ذاك ونجبد منه ندير منه لحلوه الطابع، ندير منه هذا للكعك، ندير منه حتى الموسكوتشو. من ذاك ما نديرش الفانيلا، ندير قشور القارص تجي البنه يعني افضل وافضل. قشور القارص راني درتو قدامكم، درتو وكثرت، انا نحب النكهه تاع المبشور الليمون نحبها بزاف. ونزيدو مبشور برتقال، قشور البرتقال. هذا مبشور برتقال وني هدرتها في فيديو سابق وقيله في المقروط ولا ما على باليش. شوفوا هذا انا القشور تاع التشينا وراه جاتنا الشتا وراه جايه التشينا، حرصوا على هذا الموضوع. القشور نقيهم ثاني ونحي لهم ذاك الابيض ونديرهم فوق البوال ونخليهم يبسوا شويه ونخبيه يابس. كي يبس يعني نحجر كميه نديرهم نرحيهم في الروبو ونخبيه هكا غبره، نصيروا بالصفايه ونخبيه غبره في بلاره ونستحفظ عليه، ونولي ندير منه للكعك، المسكوتشو، لحلوه الطابع، للمقروط، يجي قوه علامه يعني خيم الفانيلا ما نكذبش عليكم النكهه تاعو بزاف بنينه. انا درت منه هنا في الكعك، عطالو صفوريه، عطالو لون صفر شباب، وزاد عطالو نكهه بزاف شابه. خلطت المكونات مليح كيما شفتوني، اللي تحب تضيف الفانيلا ضيف، بس انا اكتفيت غير بالقارص والتشينا بزاف عليا، النكهه جات بزاف بنينه. خلطوها مليح، كي نخلطو ونكملو دوكا نجيو للفارينه. الفارينه تاعنا نعبرو ثاني بالكاسه، كم تشوفوا بالكاسه. واش نديرو؟ العبر تاع الفارينه اللي عندي هي نورمالمون يدخل فيها 10 كيسان 12 كيس تاع فارينه، بصح من الاحسن شوفوا ديروا ديروا 10 كيسان من الاول، عشان انا نعطيكم في العبر دوبلي. ديروا 10 كيسان سوا ديروهم كومبلي، يعني بالكاس 10. صيريهم مليح، ديجا راني مصيرتها ونزيد نصيرها قد ما يدخلها الهواء الفارينه مليح. صيريهم مليح، حرصي انك تصيريهم مليح. ندير 10 كيسان في البدايه كاملين نصيرهم عليها، ومن بعد نبدا نحط بالكاس قدامي ونضيف بالشوي. نبدا بالكاس نضيف. انا هنايا دخل لي في العجينه، خش كل عجينه كيفها، كاين اللي تشرب بالفارينه، كاين فارينه اللي تشرب، كاين فارينه اللي ما تشربش. على هذاك نضيفو بالشوي، مانيش حابين العجينه تاعنا تيبس، لازم تكون جاريه، تكون تلصق، ماشي جاريه قصدي يعني تكون طريه وتلصق. لا كانت يابسه تجيكم يعني معجن، يجيكم فيه اللبابه بزاف ومعجن، ما يجيش خفيف. نديرو 10 كيسان ونحط كيسان قدامي اخرين ونبدا نزيد بالشوي. انا تخلي هنايا 14 كاس، نتوما مانيش عارفه شحال يجيكم، يعني ديروا حتى تتلم العجينه وتولي لكم العجينه يعني طريه وتتلاصق. هذا ما كان. شوف درت 10 كيسان وما حبيتش نسرع الفيديو، مالفا شوفوا فيديوهاتي نسرع، بصح انا الوصفه تاع الكعك يعني بزاف مهمه عندنا، وني حابه نديرها بالعقل وبالتدقيق وتتبعوا معايا المراحل. مانيش حابه نسرع الفيديو حتى تروح لكم كاش لقطه ومن بعد تجربوا الكعك وما يخرج لكم الشباب وتلوموا عليا ولا تقولوا تدعوا عليا تقولوا لي وعلاها انتيا قلتي لنا ديروا هكا وهكا ومن بعد ما خرجتلناش وخسرنا الدوزان. اما لا، انا ندير معاكم غير بالعقل باش ترفدوا الوصفه وتخرج لكم ان شاء الله. فوالا. والفارينه شوفوا البنات انا ما استعملت حتى ماركه يعني سبيسياله، الفارينه عندي تاع شكاره تاع الميزان تاع 10 كيلو، لا مارك اغروديف ولا
يعني انا عندي فرينه تاع الكسر، تاع قصر بخاري، شابه بزاف وتجي بزاف شابه في الخبز وفي الكاطو، وتجي لبس عليها تاع الميزان هذه عادي. شوفوا كي درت هذوك العشر كيسان بديت نخلط بيدي، انا نحب نخلط بيدي خير باش نحس بالعجينه، اذا راهي العجينه يعني تلمت مازال يخصها نزيد معاها. كي بديت نخلط فكرت بلي نزيد لها باكي خماره تاع الكاطو، الخماره تاع الكاطو لازم نضيفها مع الفارينه. ضفت الباكي تاع الخماره وبديت نخلط في كلش، فوالا نخلط بيدي نلمهم، نحاول نلم هذه العجينه ومن بعد نبدا هي ما تتلمليش نبقى نزيد بشوي. فوالا نخلطو كيما راكم تشوفوا. شوفوا تحاولوا تخلطوا غير بصبعتيكم برك، يعني ما تدلكوهاش، راكم تخلطوا غير بيديك بصبعتيكم بالعقل. فوالا ومن بعد هنا كي صرتو متلمليش زدت الفارينه، بقيت نزيد. شوفوا تبعوا معايا راني نزيد غير بالكاسه. وشتو هذه العفسه يعني تديري في الكاس تقلبي على الصفايه وتبداي تخلطي باش ما يتفرقش الفارينه منه ومنه. فوالا يعني انا راني درت 10 كيسان وهذا الكاس يولي 11، دوك نزيد كاس واحد اخر يولي 12 عشان نشوف فيها العجينه جاريه بزاف. فوالا خلطوهم مليح بلا ما ندلكو باش ما يربيناش الخيط ويجينا يابس. فوالا هنا راني زدت كاس واحد اخر، راكم تشوفوا فيا مليح راني بالحساب. ونبقاو هكذا. شوفوا نزيد ونلم فيها برك. ما كفاتش نزيدو ثاني فارينه. شوف هذا الكاس نورمو 13 على ما اظن. هذا الكاس 13 ومن بعد نزيدو الكاس 14. بالكيلو مش عارفه شحال من كيلو يكون، لخدت انا الفرينه قلت لكم بالميزان وراني دايرتها يعني في بيدون، فرغتها داخل بيدون هكا كبير ونبدا ناخذ بالكاس، ولا ما نقدرش نعرف لا كيلو ولا 2 كيلو ولا شحال. شوفوا هنا شفتها قريب تتلم، يعني مازال يخصها شويه. منها نهبط العجين اللي راه في يدي ومنها نكمل نلمها شويه. قلت لكم الكاس 14 صافا، الكاس 14 يكمل يوفي بالغرض. نتوما ديروا كيما درت، يعني ديروا 10 كيسان وبداو تزيدوا بشوي بشوي وتلموا باش ما تغلبكمش العجينه، ولا خاصه اللي مبتدئات اللي موالفه تخدم الكاطو موالفه دير الكعك ولا جهه نورمال. بصح اللي مش موالفه تخاف تغلبها العجينه ولا. شوفوا حتى انا هذا الكاس 14 وما درتوش كومبلي، درت نص وخلطت ومن بعد شفت لا نزيد ولا لا. فهمتوني؟
يعني احرصوا انكم تزيدوا غير بشوي باش ما يتغلبكمش ولا تيبس لكم، لا يبست صعيبه، يعني الوصفه كاع تخسر. فوالا هنا يبقى هي بدات تتلم، بدات تبان العجينه، بدات تتلم لي، يعني قسما نهبط غير هذاك العجين اللي هو في يديا خلاص. وهنا يتروح لي شويه ليماج لاخاطش راني شغل ما نجيبش الخبر، راني نلم في العجينه والجفنه تدنا ليا، ما حكمتهاش مليح. فوالا هنا قلت لكم شوفوا نهبط العجين دوكا، هذاك النص اللي قعد من الكاس نهبط به غير العجين اللي هو في يديا ونكمل نلمها. فوالا هكذا باش كي نهبط كامل العجينه لو في يديا نقدر نلمها تجيني سهله باش نلمها مليح. لقيت روحي كملت النص هذاك اللي خليته، يعني 14 كاس بسبه. شوفوا اني لميت العجينه هكذا تلمت لي مليح، راهي هايله. شفتوها كيف تتلاصق، ماهيش يابسه راهي تتلاصق. نقلبها فوق بلون دو طرافاي ونبدا ندلك فيها غير واحد الخمس دقائق، ماشي حاجه، ميم با 5 دقائق ندلكها. ما بي تولي، شوفوا ما نقول لكم 5 دقائق ما والو، كي تولي ملساء العجينه تولي لكم رطبه، يعني ما يولي فيها حتى عجين ولا هكا تجي شتو يكون العجين ماهوش ملموم مليح. كي ندلكها شويه شوف كيفاش تولي، راهي رطبه وراهي تتلاصق في يديا. وريت لكم يديا كيف راهم يتلاصقوا، الماء القوام تاع العجينه كيف راهو. نجيب شويه زيت ندهن هذيك الجفنه تاعي، فوالا، ونرفد العجينه تاعنا هذه ونديروها في الجفنه ونغطيها ونخليها تخمر لي مده ساعه. شوفوا لو كان نكونوا في الصيف مع السخانه تاع الصيف يعني ميم با نص ساعه تصيبوها راح تفيض. بصح كي رانا في الشتاء حطيتها قدام البوال دارت لي واحد الساعه هكاك، ما بي درت عشاتي. يعني كنت هنا درت العشاء صليت كذا، شحال من صلاح خدمته، رجعت لقيتها ما شاء الله خمرت. فوالا نغطيها بهذاك الساشي توجور ونحطها قدام البوال ونخليها تخمر. فوالا هنايا بعد ساعه لقيتها خمرت لي ما شاء الله. كم تشوفوا فيها كيف خمرت يعني ما شاء الله. نهبط لها هذاك الخمور، شوفوا نهبط لها الخمور تاعها. فوالا راهي واحد العجينه يعني ما شاء الله الله يبارك. نتمنى خياتي تجربوا الوصفه، على بالي بلي تعجبكم. نقلبها هكا فوق بلون دو طرافاي ونبدا يعني ماشي ندلكها، راني شغل نهبط لها غير في الخمور برك، نرولي فيها على شكل حربوش باش تجيني سهله كي نقسمها. نجيب الميزان نقسمها في النص الاولى، ومن بعد نبدا كل نص نزيد نقسمه على زوج، ومن بعد كل هذوك زوج نبدا نقسم فيهم على شكل قطع صغيره. فوالا نقسموها هكذا يعني حاجه سهله. نكملوا نقسموا هذوما ثاني كامل على كل وحده قسموها على زوج وعلى 4، غير ابي بري برك بصح ومن بعد كامل نقص منهم باش يجوني كبار. كي نبدا نوزن فيهم نقص منهم. انا قسمتهم ابي بري يعني حسب الميزان. لاخاطش دوك نوزنهم. شوفوا كي توزنوهم يعني يجوكم كامل حبات قد بعضهم بعض، يجوا ما شاء الله. سورتو الا كنتي ديتهم هكا راح ضيفه ولا راك حتحطيهم للضياف يجوك يعني بمطبوعين.
بصح اذا كان ما عندكش ميزان ماشي حاجه صعيبه، نورمال، عينك ميزانك قسميهم ابيبري وبدا يدي تشكلي فيهم، يعني حاولي ديريهم برك الحبات، حاولي يكونوا الحبات قد بعضاهم، وما تكبريش الحبه بزاف لاخاطش ديجا دوك تخمر والزيت تكبر. انا نوزنهم هنايا 120، هنا نوزنهم ندير كل وحده فيها 120 غرام. شوفوني هبطت لكم الكاميرا بتزيدوا تشوفوا مليح. فوالا هاي كل كوره وريت لكم في الميزان شحال راهي 120. اللي نصيبها زايده نقص لها، اللي نصيبها ناقصه نزيد لها عجينه حتى نكور كامل الكريات تاوعي ونديرهم كامل 120 غرام كامل كيف كيف. كي نكورهم نشكلهم كامل نحطهم في سنيوات هكا ونغطيهم ثاني غطيتهم كيف كيف بصاشي ديك تاع الخبز ولا بابي في فيلم ولا كيما تحبوا، غطيتهم كامل وحطيتهم يزيدوا يخمروا شويه، نعاود نحطهم يخمروا، ومن بعد نبدا بالسنيوه الاولى اللي حطيتها، نعاود نرجع الاولى نبدا بها. فوالا هنا درت معاكم حبات ومن بعد كملت الاخرين كامل وحدي بعد من ذاك نصيب وحده يعني 121 ولا ما نهتمش، يعني هذيك شويه زياده ماشي غراف. فوالا بعد ما كملتهم وشكلتهم كامل كما راكم تشوفوا فيهم، غطيتهم وخليتهم على جنب، ونعاود نرجع نبدا يعني خليتهم ما با واحد 5 دقائق ولا، وبديت نجيب بالسنيوه الاولى ونخدم، ما نجيب من السنيوه الاولى. واش نديروا؟ شوفوا هاي شوفوا كيفاه خمروا، زادوا خمروا الله يبارك كيفاش طلعوا ولاو يهبلوا، قد ما يخمر يجي شباب، تعطيلو يعني الوقت، تعطيلو وقته للخميره. فوالا ومن بعد جبت بول تاع شتوني، بول هذاك درت فيه شويه زيت، وجبت باطا تاع مارغرين، انا استعملت ماني وانت استعملي اللي تناسبك، هادو نحتاجوهم لهذه المرحله. واش نديروا؟ نبداو نحيو بالوحده بالكره، نحلوها كيما نحلو المعارك. شوفوني هذاك الزيت جبتها باش نحل العجينه، نحاول نحل العجينه تاعي كيما نحل المعارك، حلوا العجينه تاع المعارك، شفتوها كيف نخبزوا المعارك هكذاك، حلوها وشني ماشي رقيقه بزاف كيما المعارك. المهم نحاولوا نبسطوا العجينه تاعنا مليح. دوك تشوفوها راك يعني الفيديو يعبر على نفسه، دوك تشوفوها كيفاش نحلوها. فوالا وراي تمشي لي يعني عجينه ما تغبنيش، ركزوا معاها مليح. فوالا نحل العجينه تاعي مليح ومن بعد نبداو نديرو في الزبده تاعنا، نديرو بشويه نديرو يعني شويه شويه زبده كامل نستفها على العجينه هذه، ومن بعد نبدا نمشي فيها. فوالا هكاني نوضح لكم في الفيديو اكثر. والبنات اذا ثقبت لكم كيما هكا ما عندها حاجه، يعني ما يهمش، ما يتاثرش، ماشي كيما المعارك. شوفوا ندير شويه شويه ماشي بزاف، مش حبيتو باش مش حابه يعني يجيني يقهم. الزبده هنايا جيست تفيتيه برك ويجي خفيف، يجي خفيف مورق، ما يجيش ما نحتاجهاش بزاف. هكذا نمشيها بيدي مليح، هذيك الزبده اللي درتها نمشيها كامل على العجينه. فوالا كي نمشي كامل ديك الزبده مليح نبدا نرولي في ذي العجينه. شوفوا كيفاش ندير لها، نروليها هكذا، نقلبها هكا ونبدا نرولي فيها حتى للطرف، ونحطها بجيه نخليها تعاود ترجع تخمر، لاخاطش هكا ما تتشكليش، لازم تخمر مليح.
شوفوا نشكل قدامكم زوج حبات، دوك نزيد الزوجه باش تحفظوا الطريقه مليح، ومن بعد الاخرين نكملهم وحدي. شوفوا راكم عارفين واش ندير. شتو ديك السنيوه هذه نشكلها كامل ونحطها كامل تخمر، بعدها نرجعوا الاولى اللي حطيناها نبداو نشكلوا فيها، شكلوها حبه. شوفوا هو صح يشد اليد والصح يعني يتعب شويه، بصح والله النتيجه غير تستاهل. فوالا الزوجه ثاني درت لها شويه زبده، غير شويه شويه شويه. فوالا شوف نمشيها لها مليح الزبده هذيك كامل، نمشيها على العجينه تاعي. هكذا ونروليها بنفس الطريقه ونحطها ثاني تخمر هكذا. فوالا نروليها مليح ونحطها تخمر. نشكلهم كامل ونعاود نرجع مع التالي. نبدا الاولى قلت لكم اللي خمرت، هذه الاولى اللي حطيتها تخمر راهي واجده، نبداو نشكلوا فيها. دوك انا ندني لكم الكاميرا باش تشوفوني كيف نشكلها مليح باش تبان لكم الطريقه. شوفوا واش نديروا، ديري يد منا ويد منا وبديت ترولي عكسيا، يعني اليد اللي من الهي ترولي للهي وهذه ترولي للتحت، عكسيا تروليها. سهله الطريقه. مع التالي هذوك الاطراف نعقدوهم، شكليهم كانك تعقدي في حبل ولا حاجه، يعني عقده، شكليهم عقده والاطراف ديريهم لتحت العقده. وشني هذوك الشليخ تاعها اللي منا ومنا الطرف تاعها ديريه للتحت، وديري الحبه في السنيوه باش هذوك اليوم باش ما يتفتحوناش، نديروهم للتحت باش ما يتفتحوش. شوفوا الطريقه، اصبروا. ديري وحده يد منا يد من الهيه، وحده ترولي للفوق وحده ترولي للتحت. شوفوا الشكل شحال يجي شباب. وعقديها عقده، شكلي عقده عادي كانك تعقدي في حبل، وديريهم للتحت وزيري عليهم مليح للتحت باش ما يتفتحوش، لاش دوك تخمر الحبه يرجعوا يبداو يتفتحوا. فوالا شتو الحبه كيف جات شابه الله يبارك. حطوهم في سنيوه، شكلوهم حطوهم في سنيوه وخلوهم يرجعوا يزيدوا يخمروا. خلوهم راكي تشكلي هما راهم يخمروا في السنيوه تاعهم حتى تكملي كما انا، حتى كملت هذه الكميه اللي قدامكم. فوالا شتو العقده تجي بزاف هايله ديك العقده، تعطي له شكل شباب راقي. فوالا شوفوا شحال جا شباب. بعدها كملت انا كامل الحبات هذو وحدي، نوري لكم برك كيف راهم في سنيوه. بعدها خليتو كي كملت الحبات لقيتهم خمروا، جبتهم وكانت الكوشه تاعي انا كنت شعلت لها، كانت سخنت مليح، راه عندها واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه ويتسخن. نجيب الصفار البيض اللي خليناه من الاول، نضيف له شويه قهوه كحله، ضيفوا له قهوه خير من اللي تضيفوا له الحليب، النتيجه تخرج اروع واروع. ضيفوا له قهوه كحله، منها تنحي ريحه البيض ومنها يعطينا حموريه كي يطيب. نخلطوه مليح. شوفوا نخلطوا هذاك البيض مليح ونبداو بالبنسو نطليو الحبات تاعنا كامل. فوالا نحاولوا نطليوهم كامل. شتو كيفاش راهم خامرين وراهم هايلين ما شاء الله، يعني جاهزين بيدخلوا للفور. نطليو كامل هذاك البيض ونرشلو الجلجلان من الفوق. شوفي تقدري ترشي الجلجلان، تقدري تحبي حبة حلاوة، اللي تحب حبة حلاوة، اللي تحب سانوج، يعني اللي تكون عندك في الدار. انا كان عندي الجلجلان وما يحبوليش السانوج، اما درت غير الجلجلان. التزيين اختياري، تقدري حتى ترشيلو كاوكاو ايفيلي، يجي الشكل تاعو بزاف شباب كي تحبي زعما تقدمي لكاش ضياف ولا تديه ضيافه في يدك، اللي تكون عندك الحاضر الواجد من الموجود. فوالا نكمل كامل الكميات اللي عندي. سنيوه كامل طليتها بالبيض وندير لها نرش لها شويه جلجلان. الجلجلان تاعي موش محمص ابيض، شو هذوك ديجا يزيد يحمر في الفور.
نرش الجلجلان وندخل السنيوه تاعي هذه طيب. لازم الكوشه تكون سخونه، تكونوا شعلتوها ديجا من قبل. فوالا هكذا هي واجده، ندخلها الطيب ونعاود نرجع ليكم. وهنا بعد ما طابت لي السنيوه الله يبارك ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله كيفاش خرج روعه. شوفوا شحال خفيف، شوفوا كيفاش راني نعبز عليك فيعود يطلع خفيف 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 بزاف شباب وخفيف ومقطن. يعني ما شاء الله. هو سخون هكذاك. اذا تحبوا اختياري هذه المرحله، تحبوا ديروا له شويه لاجولي على الوجه، ولا ما عندكش لاجولي عسيله كما انا درت له شويه عسيله برك من الفوق، يعطي له المنظر بزاف شباب، يرجع يبرق يلمع من الفوق، ومنها يجي الكوت تاعو ثاني بزاف بنين. اذا ما عندكش خليه هكاك، يعني ماشي شرط، نورمال خليه هكذاك بلا ما ديري له والو، هكذا راهو هايل. فوالا شتو كيفاش جا الله يبارك، جا ما شاء الله يعني. فوالا شوفوا راني غندني لكم فيه ونعاود باش تشوفوه. دوك نقسم معاكم حبه باش تشوفوه لداخل كيفاش راهو، يعني فايتي كيف راهو مقطن. شوفوا الله يبارك كيفاش راهو ما شاء الله. شتو كي قسمته قلت لكم يجي كانك درتي كرواسون ماشي كعك. شوفوا من الداخل دنيت لكم باش تشوفوا الفيتاج. خفيف بزاف وشباب. نتمنى انكم تجربوه وتعجبكم طريقتي، وتردوا لي بالخبر في التعليقات المحفزات تاعكم. يجي بزاف مليح مع قهوه حليب هكا الله الله، يعني ما عندي ما نقول لكم. والكعك يعني حاجه تراديسيونيل ونستغناوش عليها وتفكرنا في جداتنا وامهاتنا. شوفوا شحال شباب، شوفوا الله يبارك. هذه صباحها، هذه كي صباح، يعني باش نوري لكم كي يصبح كيف يصبح كيف ما يتبدلش. ان شاء الله تعجبكم الوصفه خياتي، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله.